الفنانة الجميلة ياسمين العبد في حاجة جميلة أوي قالتها مع المذيع أنس بوخش، حاجة فعلًا معبّرة أوي، كانت بتتكلم عن إخواتها وقالت حاجة جميلة أوي، قالت إيه؟ قالت في حاجة اتعلمناها من أهلنا، أنا وأخواتي قدّام الناس we are unit مهما كنا مش طايقين بعض، حتى لو متخانقين خناقة قد الدنيا قدّام الناس ما نبيّنش، ودي حقيقة فعلًا مهما اختلفنا واتخانقنا اللي بيننا هيفضل بيننا، وهنخرج للناس إخوات بنحب بعض وبنخاف على بعض، وما نسمحش المخلوق ييجي على حد فينا ونسكت. وده اللي بيخلّي علاقة الإخوات مختلفة عن أي حد تاني في الدنيا، إحنا ممكن نزعل، نتخانق، بس ده عمره ما هيغيّر حقيقة إن كل حد فينا ضهر للتاني، لإننا عارفين إننا ما لناش غير بعض، ولو حصل بيننا زعل هيخلص ونرجع أحسن من الأول، برّه البيت ما حدش له دعوة ولا ليه حق يعرف إحنا بيننا إيه، اللي يشوفنا يشوف عيلة واحدة، لإن في الآخر ما فيش حد هيحس بينا ولا هيخاف علينا زي بعض، ومهما حصل بييجي وقت ونضحك تاني ونتلم. كأن ما فيش حاجة حصلت، وده أحلى درس أهلنا زرعوه فينا. بصراحة اللي باحبه أوي في ياسمين العبد إن كلامها فعلًا أكبر من سنها، يعني هي عندها ما شاء الله 19 سنة، لكن باحس إن كل اللقاءات اللي بتطلع فيها باحس إن هي كلامها يعني أكبر من سنها، وباحس إن هي عاقلة يعني أعقل بكتير وأنضج بكتير في كلامها وفي لقاءاتها، يعني في ناس ممكن فنانين أكبر منها سنًا، لكن ما بيتكلموش بالعقل والنضج اللي هي بتتكلم بيه في البرامج، يعني بجد ما شاء الله عليها. وده يمكن كمان بان أوي كمان في الحفلة بتاعة المتحف المصري الكبير اللي كل الناس أشادت بلباقتها في الكلام وإن هي وثقتها في نفسها إن هي الموقف اللي هي فيه على فكرة موقف مش سهل أبدًا على أي حد مهمًا كان شاطر، مهمًا كان حد ناجح. مش سهل عليه إن هو يُقف قدّام رؤساء دول ويتكلّم بمنتهى الثقة، مهمًا كان متدرّب كتير وناجح وكل حاجة، ممكن الوقفة نفسها هيبة المكان، هيبة الناس اللي قدّامه تخلّيه يتوتّر، تخلّيه ما يقدرش يتكلّم حتى لو هو متدرّب كويس جدًا، فدي أنا شايفاها حاجة بصراحة تُحسب لها أوي إن هي لأ، يعني كانت بصراحة رائعة جدًا، جدًا، وشايفة إن مستقبلها فعلًا هيكون يعني إن شاء الله أحسن وأفضل، ويمكن هي دلوقتي سنها صغير وقدرت تكتسب الخبرات دي وتبقى قادرة إنها تقف وتتكلم وكده، فأكيد قدّام لمّا تكبر أكتر ويبقى عندها ثقة في نفسها أكتر يعني تكتسب خبرات أكتر وتمُر بتجارب أكتر، فأعتقد إن هي هتبقى أحسن بكتير كمان من دلوقتي، يعني دلوقتي ما شاء الله كويسة كمان هتبقى أحسن بكتير قدّام إن شاء الله. بصراحة يعني أنا شايفة لها مستقبل جميل، وهي فعلًا بني آدمة جميلة جدًا وأنا باحبها جدًا وباحب لقاءاتها مع سعد يونس وباحب لقاءاتها مع أنس بوخش لمّا طلعت في اللقاء بتاعه، لإن حتى برنامج أنس باحس إن هو مش أي حد بيقدر يطلع فيه، لإنه برنامج بيتكلم كده عن يعني تحس إن المذيع بيدخل كده جوّه نفسية البني آدم اللي قدّامه ويبدأ يطلّع منه كل اللي جواه، فمش كل الضيوف بتقدر إن هي يعني توافق على البرنامج ده، لإني بيبقى في ناس كتير جدًا مش حابة إن هي تتكلم عن حياتها الشخصية.